É golo! É golo! Futebol! É golo! Do Futebol Clube do Porto, livre marcado por João Pinto. É golo! É golo! Futebol! كابتن فوزي، الموسم هذا كان موسم ذهبي بالنسبة لك لما رجعت من نادي الشعب وحققت جميع الألقاب المتاحة. خلنا نقول التوليفة، سر النجاح، ألقاب لأول مرة تدخل خزائن الترجي وتدخل خزائن فوزي البنزرتي من ضمنها كأس العرب وكأس الأندية الأبطال. إيش اللي عمله فوزي البنزرتي ولماذا لم يستمر؟ أنا نفسي مش عارف بس ترجعني سؤال معناتها كما سألوني الأخوين المغاربة أنا عند مجد الرجاء في كأس العالم. أي نعم. يقولوا وش عمل لنا؟ هذا أينشتاين، هذا سحار. أي نعم. لا هو لا سحر ولا شيء، فما ثقة في النفس أهم شيء، ثقة في إمكانياتك معناتها في المعلومات نتاعك، وتعطي ثقة للعيبة، وأهم شيء اللعيبة يبدأوا مستوعبين الطريقة، مستوعبين أي حاجة نتكلم فيها، لأن كل كلمة عندها وزنها، وكل ما خطوة يعملها اللاعب معناتها ميزانها. أنا بالنسبة لي معناتها الكرة ما تتقاس بالسكوندات معناتها باللحظات، وتتقاس ببعض المليمترات بالسنتيمترات. بعض الحالات اللعيبة والمجموعة يظنوا كانوا كرة معناتها متر بيني وبينك معناتها حاجة عادية، هي معناتها ماهيش عادية. في بعض الحالات سنتيمتر واحد ينجم يأثر معناتها على المقابلة وعلى الأداء وعلى كل حاجة. في بعض الحالات معناتها لحظة زمنية تنجم تأثر في المقابلة. فأنا ذوما معناتها الأشياء ذوما كل نضبطهم، وبطبيعة الحال مع العمل معناتها العمل الانضباط واللي يسميوها الريغور معناتها فرنسية معناتها أكثر من الانضباط معناتها، وروح الانتصار وروح مع التحدي، هذا كل معناتها والعمل النفساني. فهمتي؟ لأن ديما نقول أنا اللاعب وين باش يتقدم في تفكيره في مخه، لأن اللاعب مجموعة، يلزم المجموعة تكون كل متكاملة، وكل واحد عارف دوره، وكل واحد عارف معناتها كيف يدير اتسيتيرا. بطبيعة الحال مع الانضباط والحدة معناتها في بعض الحالات نستعمل الحدة معناتها في التعامل، فهمني؟ باش توصل الرسالة معناتها مش أي لاعب يعمل أي حاجة على مزاجه، فهمني؟ أوكي اللاعب مميز نحتاجوا له معناتها في المقابلات، في المراوغات، في أماكن معينة، فهمتني؟ فما في بعض الحالات معناتها أماكن ممنوع فيها أعمال إلا ما تليقش بلاعب كرة قدم معناتها يلزم يلعب الفايت المجموعة في آخر المطاف. صحيح. هم يبرز لاعب إلا ما المجموعة الكل تبرز، ما فيش لاعب يبرز لوحده. إذا المجموعة الكل مش متناسقة ومش متكاملة حتى لاعب ما يبرز. تقريبا هذه حاصلة النجاحات الأكثر، فهمتني؟ والرسالة يلزم توصل معناتها مهما تكون تكاليف، عندي رسالة يلزم نوصلها معناتها بالطرق الكل، كل لاعب معناتها طريقة التعامل معه. وسبب عدم الاستمرار كابتن فوزي؟ والله ما هوش السبب مني أنا، احنا في العالم متاعنا مع كل أسف، فهمتي؟ وين تشوف انت مدرب يعملوا له عقد ب3 ولا 4 ولا 5 سنوات معناتها في العالم متاعنا؟ مفيش. في العالم العربي ما فيش، حالات نادرة تعتبر. ما فيش معناتها في كل عقد بسنة،
وكل عقد معناتها يمكن يدوم سنة. فهمتني؟ لأن في بعض الحالات معناتها الأمور ما تمشيش، في بعض الحالات الأمور ما تكونش معناتها 100% طيبة. فهمتني؟ فما نصبروش على المدرب. معناتها في الجمهور ولا معناتها في العالم نتاعنا عنده تأثير كبير على المجموعة وعلى المسؤولين. والمسؤول كيف الجمهور يغضب، توقع رد فعل سلبية، فأقرب شيء هو بالنسبة لي يرتاح نفسانيا ويريح الفريق ويريح الجماهير هو تغيير المدرب. وهذا اللي صاير معناتها في كل مكان في العالم تاعنا. فهمتني؟ أحد اللاعبين اللي أنت قمت بتدريبهم لما اتجه للتدريب وفي أول إقالة له قال لي كنت متضايق وكذا وبالصدفة البحتة التقيت مع الكابتن فوزي ودردشت معاه. قال لي يا ابني أنت وليت الحين مدرب، لازم شنطتك حاضرة دائما. مؤكد. فأنت دائما كانت شنطتك حاضرة. لا مؤكد معناتها العمل متاعنا مش مضمون، دائما حاضرة معناتها ما في مشكل بالعكس أنا نفسي في بعض الحالات عندما الأمور تصير ما تصيرش حسب ما نحب أنا ولا يحب الفريق، بطبيعة الحال معناتها أفضل شيء معناتها الانسحاب. في فترة تدريبك لنادي الترجي أشرفت على المنتخب التونسي، خلنا نقول التجربة الأولى اللي لا تقيم بالنسبة لي في هذه التجربة، لأن حليت كمدرب بديل أو بالمفهوم العربي مدرب طوارئ. كانت النتائج صحيح. مسميني مدرب طوارئ. كانت النتيجة سلبية في كأس أفريقيا المقامة في تونس، وكان المنتخب الوطني في وقتها تحت إشراف الكابتن القدير يوسف الزواوي، وتم استدعائك لقيادة المنتخب. ذكرياتك عن هذه الفترة وكم مباراة أنت أشرفت؟ هل هي مباراة واحدة أو مباراتين؟ إيش اللي حصل في ذيك البطولة وكيف تم استدعائك؟ أنا كنت مدرب الترجي معناتها، والترجي الحقيقي كان معناتها نقولوا بالتونسي ماشي يزيد فوق الماء معناتها. نعم. في أحسن حالاته معناتها وانتصارات عريضة مع الفرق الكل، وكنا معنا كنت مرتاح معناتها. ساعة الدورة الإفريقية معناتها في تونس كان المدرب يوسف الزواوي، فالمباراة الأولى انهزم فيها. معناتها جاني تليفون من عند سليم شيبوك قال لي حالا تلتحق بالمنتخب تقريب معناتها. نعم. قلت له صعب شوية معناتها، اشتغلني في المنتخب وماذا بيا لا. والوضعية سيئة، ما تبي تغامر بسهولة. مش نقامر معناتها لأن الوقت ضيق. صحيح. الوقت ضيق وصعيب تصلح معناتها في الوضع هذيك. قلت له صعب شوية. فهمت؟ لا قال لي لا معناتها عندك تعليمات ولازم تنفذ. السلطات العليا يمكن ما نتذكر ممكن تقريب قال لي من عند رئيس الدولة. فما مستحيل تنجم تقول لا معناتها. بطبيعة الحال أنا وطني نحب بلادي، فنداء الواجب. خاصة أن البطولة في تونس لازم أن تونس تظهر بمظهر مشرف يعني في تلك الفترة. ما كانش عندنا فريق شين معناتها، كان فريق ممتاز فيه لاعبين ممتازين جدا. كان فوز الرويسي الإمام والعديد من اللاعبين معناتها الممتازين. نبيل معلول. نبيل معلول كان مصاب. أيه. صار له تمزق على اللي يفرق معه. نعم. لكن كانت المجموعة طيبة جدا. كنت أنا كنت نظن كون الفريق التونسي يوصل لبعيد معناتها على الأقل دور نهائي. نعم. مع كل الأسف المقابلة الأولى كانت سهلة، والله ما نذكر الفريق مع مين، يعني الفريق كان في متناول تونس معناتها بسهولة. مع كل الأسف انهزمنا المباراة الأولى 2-0. فمشيت تقريبا 36 ساعة، لعبنا المقابلة الثانية، سجلنا هدف، يلزمنا نسجلوا هدفين، احنا نبحثوا على الهدفين، فما لاعب غلط بالدفاع مرر الكرة للمهاجم. أوه. معناتها سهلة معناتها مش ما كانش في وضعية معناتها، أعطيناها كهدية. سجلنا هدف التعادل معناتها، وكنا باش نسجلوا الهدف الثاني لأن ضاغطين والهدف الثاني جاي ما تكون. مع كل أسف معناتها
تعادلنا وانسحبت تونس في المقابله هذيك. من دور المجموعات. نتذكر وزير الشباب الرياضه قال لي معناتها توجيت المنتخب وتوقف المنتخب. سليم شبوب قال لهم انساوا فوزي بنزرتي تبع الترجي. طيب سليم شيبوب قال انسوا فوزي البنزرتي هذا تبع الترجي، رجعت الحال وبدأت استأنفت المنافسات وحصدت الألقاب، ما استمر فوزي ليش؟ هذه المنتخب قبل يمكن بطولة كأس أفريقيا الأندية بتاع الترجي يعني. نعم. قال فوزي بنزرتي، كلم وزير الشباب والرياضة قالوا له فوزي بنزرتي عنده بطولة أفريقية أمامه، ماهوش ما يمشيش مع المنتخب، فهمتني؟ وهذا اللي صار مع تخدينا بطولة أفريقية وسوبر كوب. وسميت عملت عام ثاني، فهمتي؟ لا ما تحصلنا على بعض الألقاب لكن ما كانش معناتها عام مميز. واتفقت وانا سليم شبوب، هو سليم هو قال معناتها قبل ما يوفى الموسم يمكن هذه أول مرة تصير ب3 أو 4 أشهر، قال لي نكملوا سنة معناتها كل واحد يمشي لحاله، فهمتني؟ ما كملت الموسم؟ لا كملت. أوكي. لأن واتفقنا كانوا معناتها نكمل الموسم ومشيت لبني ياس. وتجربة بني ياس يا كابتن كيف تقيمها؟ بني ياس معناتها كانت تجربة معناتها ما كانتش ثرية، مع كل أسف ما بقيتش أكثر من شهرين و3 شهور وخديت طيارة ورجعت لتونس. خديت طيارة ولا تم إقالتك؟ لا مازلنا الموسم يمكن بدا مباراة يمكن ولا ما بداش والله نسيت. لا مازال الموسم. والسبب يا كابتن شو اللي خلاك شوف سمات النجاح موجودة في الفريق اللي هي وشوف معناتها من ناحية اللاعبين قدراتهم فنياتهم معناتها ما كانتش موجودة، ما فهمني؟ وحسيت الأمور ماهيش ماشية على الطريق السوي. ذهبت إلى الإتوال جوهرة الساحل مرة ثانية؟ لا من بنياس، من خديت الطيارة روحت لتونس. سليم شبوب قال لي توا تعيد للترجي، توا ترجع للترجي. رجعت للترجي موسم 98 99 أنت رجعت للترجي. رجعت للترجي وبس ما تحصلت على الألقاب في الرجعة. ترجي كنت حصلت على الألقاب لأني ترجي يمكن دربتهم 6 أو 7 سنوات الكل في الكل. إيه؟ عندي معهم 13 لقب. ما شاء الله. عندي 13 لقب مع ترجي. بعدها خذت تجربة مع نادي الأفريقي. تجربة مع نادي أفريقي 99 2000. كيف تقييمك لهذه التجربة؟ التجربة هذه ما حققت فيها ألقاب أما وصلت لنهاية بطولة أبطال الكؤوس الأفريقية وخسرت المباراة النهائية. والله ما نتذكر معناتها عملت موسم كامل ولا اشترى موسم. فهمتي؟ وصلنا الدور النهائي. أنا 3 مرات نوصل مع الأفريقي الدور النهائي تاع بطولة أفريقيا للكؤوس كما تحب تقول أنت. 3 مرات ومرة كل 10 سنين. مانيش عارف معناتها شنو اللي صار. ما تستحضرك الذاكرة؟ لا ما الغريبة 3 مرات مع النادي الأفريقي نوصل معناتها الدور النهائي وانهزمنا بضربات الجزاء، ما حصلناش بطولة. ما لعب الزهر معك مع الأفريقي في بطولة أفريقيا؟ منش ياسر بالزهر لكن معناتها حصلوا آخر مرة 2011 بعد الثورة. وصلنا الدور النهائي كأس أفريقيا مع فريق فاس أنا في المغرب. نعم. كان عندي 13 لاعب من اللي بديت الدورة، 13 هذيك المسجلين عندي 14 لاعب. وب 14 لاعب معناتها وصلنا الدور النهائي. 14 لاعب من المجموعة كل فيها 14 لاعب وصلنا دور نهائي. سكورشيت ما في إلا 14. ما تقدرش باش تغير ولا معناتها حتى تصير لك إصابات ولزمنا نسيس على أنفسنا باش ما ناخذوش انذارات وما ناخذوش كروت أحمر. ورغم هذا الحمد لله وصلنا للدور النهائي. فزنا هناك 1-0، هزمنا هنا في فاس 1-0، لكن معناتها حتى الحكم معناتها كان عنده دور. لأن ما نقول لك حاجة، بطولة أفريقية دي ما تحميش نفسك ما تاخوش بطولة. كيف ما تحميش نفسك؟ أحمي نفسك بالحكام؟ هذيك اللي نقول لك نقدر نقوله لك، أحمي نفسك. وهذه قلتها حتى الوداد، تحميش نفسك ما تاخوش بطولة. يعني في المنظومة فيها فساد كابتن؟ وأنت عندك شك؟ أنا ما أعرف، أنت اللي مارست في كل هذه مجتمعاتنا
يعني اعمل كي جارك ولا حول ببدرك؟ اعمل مثل جارك لا ولا حول ببدرك. يا سلام. يعني المنظومة خلينا نقول في الدول النامية انا اقول فيها لك احمي فساد. نفسك، ما نقولش معناتها باش تشري ولا باش تبيع، اما احمي نفسك، ما تخليش ما شكون يتعدى عليك. امم. خذ حقك، يلزمك معناتها تاخذ احتياطاتك باش معناتها في التعيينات في اي حاجه يلزمك تكون متواجد وعندك تاثيرك، وما تنجمش تنفع اذا انت عنصر غير مؤثر بطريقه او باخرى. بعد تجربة الأفريقي كابتن فوزي، خضت تجربة في نادي الشارقة الإماراتي. صح. بس أنا عندي معلومة أن أنت دربت فترة بسيطة في سيابيه أو البنزرتي، صحيح. كانوا في وضعية حرجة على أساس ما يهبطون ومنعتهم. صحيح. لكن ذهابك لا ما ذبتش ما ذبتش. للشارقة كان له وضعية خاصة. باش نفسر لك نوضح لك. انا معناتها كان الوالي نتاع المنطقه معناتها صديق، لح عليا باش نمسك معناتها نادي المنزرت اللي كانوا في وضعيه حرجه، فمسكت والحمد لله معناتها بعد يمكن 10 مقابلات او اكثر شويه معناتها الفريق ولا في حالته الصحيه لاباس بيه، معناتها ما عادش في منطقه خطر تاع النزول. في نفس الوقت كلموني الشارقه، كابتن جي عنا ورا الفريق نتاعنا تعب، الفريق باش ينزل. كان الموسم ماشي في الإمارات يعني. لا في اخر ماشي في اخر الموسم. ايه اخر الموسم يمكن باقي 8 مباريات او تقريبا 8 او 7 مباريات. فطلبت من المسؤولين هناك في نادي مزرتي، قلت لهم خلاص انتم الفريق وقت الحاضر في وضعيته صحيه لاباس بيه، خلينا نسير الحالي. ما قصروش معناتها، كانوا معناتها قالوا لي اوكي تضرب ما فيش مشكل. مشيت للشارقة، الفريق تقريبا نازل، حتى هناك المسؤولين الكل قالوا مش مشكل، حضر لنا فريق للسنة القادمة، نجهزوا فريق للسنة القادمة إذا نزلنا ما في مشكل. أنا قلت لهم ما فما أمل، ضروري نكبشوا في الأمل الضعيف اللي موجود عندنا، نكبشوا فيه. وكان العمل هيك، كملنا الموسم وعملنا مباراة فاصلة احنا نادي الامارات تقريبا، كان يدرب فيه مدرب جزائري معناتها نذكر معناتها مدرب مسك حتى المنتخب الجزائري، اسمه مش حاضر عندي فهمتني. مباراة فاصلة وبقينا احنا في الدرجة الأولى. كملت الموسم معهم الموسم اللي بعد. الغريب في الموسم اللي بعده ايش اللي صار؟ هذا الغريب، ما كانوا نازلين منعوا من النزول. بعدها الموسم اللي بعده في البطولة لعبنا 5 مباريات، أنا ربح 4. نعم. انهزمنا في مباراة. كلموني المسؤولين هناك، فما لاعب ما نسمي لك شو اسمه لأنه مدرب كبير الوقت الحاضر فهمتني، ونتمنى له النجاح. فما لاعب واحد آخر عراقي، يعني مش العنبري عرفنا. لا العنبري كان يلعب معي. اي اوكي. لا كان لاعب، هذوما لاعبين جنب. فما لاعب ما هوش أساسي من الجنب، ولاعب معناتها بعته لأنه خلقه فاسدة. يا ساتر. فسد لي مجموعة قالوا لي كيفاش هذا ما يلعبش كمان. هذه اختي ما يلعبش لأنه كان جي عنده مكان وراهو يلعب. تكلمت بكل لطف معاه، ما فما حتى مشكل معناتها، وهذا مش متأدب، ضروري معناتها نأدبوه، معناتها لازم يقعد شوية برا من الفريق بعدين نشوفه. طلعت من الاجتماع بعد ساعة ونص وساعتين قالوا لي خلاص انت على ذمة نفسك. تمت إقالتك. تمت إقالتي بالرغم منها 5 مباريات حققت فيها 4 انتصارات. 4 انتصارات بالتاريخ موجود. هل تعتقد أن هذا ظلم فني لما قدمه فوزي البنزرتي، خاصة أن أنت منعت نسيت باش نحكي لك حكاية ثانية. بعد شهرين من اللي مشي ثاني هذوما زوز لاعبين نحوهم خرجوهم من النادي فهمتني.
مانيش عارف معناتها هذا تفكير معناتها هما أحرار في تفكيرهم، والمدرب شنطته ديما موجودة. قررت أن نحترم قراراتهم. بعد وصول خبر انتهاء العلاقة مع نادي الشارقة، وصل لك اتصال من السيد سليم شيبوب لمعاودة تدريب الترجي في 2003 2004، وهي تجربة مميزة حققت فيها لقب الدوري وقتها، ممكن هي. كملت معاه. تذكرها هذه التجربة؟ لا، يعني ما فما بعض المحطات ما يكونوش هامين في حياتي من لقب مادام دوري ما نمشي يكون فيه. مهم؟ مهم بطبيعة الحال. أهم شيء لقب الدوري، أهم شيء. أنت ماذا مش نقول لك على حاجة، يعني أنا ما عندي حتى عقدة نفسانية. كأس مثلا ما عنديش ألقاب في الكأس كتير، عندي صحيح. لقب واحد في كأس. كأس تونس هو لقب واحد. مع نجم ساحلي. نعم. ما عنديش حظ في بس عندك حظ في كأس أفريقيا وفي كأس العرب، حققتها 3 مرات. 3 مرات. إيه. البطولة العربية 3 مرات. أنت بعد الشارقة كابتن، أنا أعرف أن الحادثة تمت كالتالي: أنت من الشارقة انتقلت إلى الملعب التونسي، وأثناء ما أنت مدرب للملعب قال لك اتفقت مع رئيس نادي الملعب الله يذكره بالخير جلال بن عيسى وخلاص تروح للترجي. طيب أنا مدرب للملعب. كيف صارت الحادثة هذه؟ الملعب التونسي صار فريق معناتها ممتاز وممتاز جدا. نعم. ما لو الأندية كل معناتها خايفين، ولا عملنا انتصارات سلسلة من الانتصارات معناتها. والترجي معناتها عنده العقد مع مدرب أجنبي مش عاجبه معناتها سليم شيبوب، والنتائج معناتها ماهيش 100%. فكلمني سليم شيبوب قال لي معناتها في 1 جانفي باش تكون معايا في الترجي. قلت له أنا موجود تو في الملعب التونسي كيفاش قال لي لا ما فيش ما فماش مشكلة. كلمت جلال بن عيسى رئيسي، قلت له قال لي باهي غدوة نتغداو مع بعضنا ونحكيو في الموضوع. وأنا في العشية الدنيا معناتها في باردو لأن الملعب التونسي في باردو وين نعم. البرلمان التونسي. كلمته قالوا الناس كل سمعت. انتشر الخبر. ما فهمتش معناتها اللي انا تكلمنا في الهاتف المفروض معناتها يعني الجمهور كله ليكوت معناتها قاعد يسمع معناتها في المراسله نتاعنا. أما القوة السياسية والرياضية اللي يملكها سليم شيبوب في وقته غير لا كان عنده قوه معناتها الحقيقه معناتها، رغم معناتها فاد ياسر الكره التونسيه وترجي، ما نقولوش هذا. اللي حصل لا اللي حصل كونه معناتها كلمت جلال ميسة، بعد قلت له يا جلال الكلام بيني بينك معناتها انا تكلمت معك انت في الهاتف على اساس باش نتغداو غدا مع بعضنا ونحكي في الموضوع كيفاش صار الحكايه. جلال ميسة لانه كانت وضعيته معناتها سياسيه صعبه باش نبداو واضحين. اي نعم. وسليم شيبوب كان يعاون فيه. فقال لي فوزي امشي للترجي خلاص، امشي على نفسك للترجي. كيف وضعيته السياسية صعبة يعني؟ كان مرشح برلمان هو. جلال بن عيسى كان انسان رجل اعمال كبير معناتها صحيح. فهمتني، وخذاه معناتها لانه معناتها الوالد نتاعو كان يخدم مع بن علي كان في القصر. نعم. فكان عنده تاثير معناتها في سياسيا، كان مؤثر معناتها. دخل رجل اعمال وخذا قروض وبعدين مشاكل معناتها نتاع القروض، تعسر في القروض فهمتني. في الوقت ذاك كان معناتها سليم شيبوب يعاون فيه في الامور الاداريه والامور الجدولة وما جدولة مثلا. يعني بطبيعه الحال معناتها قال لي فوزي يمشي على نفسك. يمكن اول مره نصرح بها لانه ما نحبش لا بالعكس هذا تاريخ. لا انا كما نقولوا احنا بالتونسي كليتها في عظامي معناتها. ايه. تقبلت انا اقول ايه. فوزي بالذات هرب من الملعب التونسي مشى للترجي، وانا ما هربش من الملعب التونسي. وهذا ما قيل وقتها. هذا يقولوا يمكن اول مره نصرح بها. كابتن فوزي بعد تجربة الترجي اتجهت إلى جوهرة الساحل، نجم الساحلي، دربت وحققت ألقاب عديدة في تلك الفترة، من ضمنها بطولة الكونفدرالية، وخسرت
نهائي كأس السوبر في أثيوبيا. حدثنا عن تجربة الإتوال في 2006-2007. كان رئيس النجم مع عثمان جناح. أنا قبلها بعام كنت في الاتحاد المصري عمل نتائج كبيرة معناتها. كنت وين يا كابتن؟ في الاتحاد المصري قبل من 2005 تقريبا 2000. نعم. وانتقلت للنجم الساحلي، كان رئيس النجم. بعد معناتها الفترة ذيك سي عثمان جناح معناتها بعد 3 أشهر من بداية الموسم خلى مكانه المعز إدريس رئيس، جاء رئيس جديد. في الفترة هذه اتفقت مع عثمان جناح نبعدوا ونخرجوا تقريبا 7 لاعبين كانوا أساسيين وكانوا يلعبوا على البطولة معناتها. يعني آخر رمق هو الترجي. وعلى فكرة معناتها أنا كنت أدرب في الاتحاد المنستيري، وتقريبا المباريات الأخيرة كانت مع واحدة مع نجم وواحدة مع الترجي. نعم. فكل واحد منهم يقول فوزي يخدم الفريق. فزت على الترجي قالوا فوزي يخدم للنجم الساحلي، لكن بعد أسبوع قالوا فزت على النجم. نعم. يعني فزت على هذا وعلى هذا رغم وكل واحد معناتها حب معناتها يعمل ضغوطات معناتها باش أنا ما عنديش. حتى النجم كلمني قبل المباراة تاع النجم، قلت لهم اوكي ما فيش مشكل، لكن تنساو المقابلة هذه اعملوا أنفسكم. فهمني؟ هما الحقيقة قالوا اوكي ما فما حتى مشكل، وفزنا على النجم. والترجي فزت بالبطولة لأن المناسير فزت على النجم. يعني ما تتوقع يا كابتن أن عرض النجم الساحلي في تلك الفترة قبل آخر مباراة في الدوري وانت بتلعب معاهم وخسارتك تعني فوز النجم بالدوري، ما تتوقع أن نوع من أنا حضرتهم قلت لهم اوكي ما فيش مشكل، ما نحكي الموضوع هذا ننظروا فيه من بعد، أما المباراة هذه اللي أمامنا تنسوها. فهمتني؟ أنا أعملوا على أنفسكم، انتم قادرين باش تفوزوا واحنا قادرين باش نفوزوا معناتها، واللي يربح مبروك لي. فهذا اللي صار وفزنا عليهم. وقد كان فزت عليهم. بس كابتن عندي سؤال موجود معناتها، ممكن التفكير هذا يكون موجود معناتها وعادي جدا. وبعض في بعض معناتها عطوني إغراءات فلوس، قلت ما ناخذش فلوس. أوه، يعني قدم لك مبلغ يعني أو مبلغ كبير، مبلغ من الفرق معناتها على اساس انت باش تفوز على الفريق هذا. قلت مستحيل ناخذ مليون، ندخلش مليون معناتها رغم تشجيع على الفوز ماهوش تشجيع على النزال. صحيح. كنت نجم معناتها انا رفضت. يعني قدم للكابتن فوزي مبالغ مالية تشجيع على فوز بعض الفرق على أساس يضمنوا مقاعدهم في المنافسة على الصدارة أو التمنع من الهبوط أو إلى آخره. معناتها أنا رفضت الغراءات الكل. الحمد لله يعني إنسان معناتها يبحثوا عليا من القانون كنظيف. معناتها المنظومة السورية يعني، بس المنظومة الكروية في تونس فيها فساد.